معلومات او داتا، حد الذاكره خانته، حد حب يقول حاجه فرقعها، ايا كان. احترام للاستاذ علي، راجل يعني كنت بشتغل معاه في المصري اليوم، وراجل كان مديري، وراجل صحفي محترم. كابتن خالد كله ليه كل الاحترام، كل برنامج ليه كل الاحترام، ولكن امانه الكلمه وامانه المعلومه وامانه المصداقيه هنا في برنامج الخبر ليه عندنا مسؤوليه كبيره. الواحد ما بيفرحش او بيزعل لما بتيجي اسمه جاب صفقه او اتكلم مع ناس او يتحط هنا او يتحط هنا، لاني كصحفي بغطي كل الامور وبتعامل بحديه مع الجميع بغض النظر عن المكان اللي انا بتكلم منه او طالع منه او انتماءات اي واحد في الدنيا. ما فيش واحد ملوش انتماءات، ولكن امانتك في انك تنقل معلومه او خبر مهمه مهما كان انتمائك ومهما كان الكلام. برضه يمكن الكابتن طارق السعيد من اسبوعين كان طلع مع الزميل المحترم ابراهيم فايق على CBC وقال انا اول حد كلمني على النادي الاهلي او جابني النادي الاهلي ايهاب الخطيب. برضه الناس كلموني، قلت لهم يا جماعه اللي حصل مع الكابتن طارق السعيد راجل محترم، انا كنت بغطي وقتها الزمالك وانا عرفت طبعا من اخباري الحمد لله وكواليسي الحصريه، فقمت طبعا عرفت ان الكابتن طارق يعني الاهلي عينه عليه هيجيبه الاهلي، فقلت له النادي الاهلي هيجيبك، انت ايه رايك؟ ما كانش لسه حد كلمه خالص في الاهلي، كنت انا اول واحد بكلمه. فهو برضه لما طلع وقال اول واحد كلمني ايهاب الخطيب، الناس كلها بتبعت لي على الصفحه وبتكلمني انت اللي كنت نقلت طارق من هنا ومن هنا. دي صفحتي الرسميه على الفيسبوك اللي دايما بتواصل معاكم عليها واللي دايما بتبعتوا لنا عليها كل الاستفسارات وبرد عليها، وهنبقى نخصص ان شاء الله ساعه يوميا هعلن لكم عنها، هنرد عليكم على الصفحه في كل التساؤلات اللي حضراتكم عايزينها، ودي حاجه بتسعدنا. الخبر والكلمه والامانه هي الاساس عندنا. معلومه المظبوطه ممكن اطلع اقول معلومه مش مظبوطه، هطلع اعتذر على طول او اطلع اقول حاجه مش مظبوطه، وعمري ما قصدت ان اكذب حد من زمايلي اقول له حاجه، لكن بمنتهى الامانه وبمنتهى الهدوء وبمنتهى الاحترام. الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده لم يحدث بالنسبه لفلافيو وجilberto وانا قلت لكم، وبالنسبه للكابتن خالد انتوا سمعتوه بودانكم. ولكن السؤال مرة أخرى، لماذا هذا التوقيت؟ ولماذا لم تذكر هذه الأخبار في الفترة اللي فاتت؟ ولماذا تذكر الأخبار الآن؟ وكل الاحترام والتقدير للجميع. خليني برضو أقول لكم على حاجات مهمة بتشغلكم وبتشغل الرأي العام، وكلام كتير جدا عن مباراة روما. الحديث عن مباراة روما، هل مباراة روما هتتلعب بالدوليين؟ هل كنت المدير الفني للمنتخب الإيطالي اللي طلب يبقى فيه معسكر يوم 20/6 للمنتخب الإيطالي، ده هيمنع اللعيبة الدولية إنها تكون موجودة في الإيطالية في مع فريق روما في مواجهة الأهلي؟ رمضان صبحي هيكون موجود مع منتخب 97. طبعا لسه اختيارات المنتخب، وان شاء الله اكيد طبعا طالما في التزامات رسميه ما حدش يقدر يقول حاجه، لان ده ماتش ودي بالنسبه لرمضان صبحي، ففي الارجح مش هيكون موجود، لان في مباراتين مع اوغندا في التصفيات هيكونوا مهمين فبشكل كبير. طيب بالنسبه لطلب المدير الفني للمنتخب الايطالي كونتي بمعسكر يوم 20/5 يعني معسكر لاستعدادات اليورو، ايه اللي هيحصل فيها؟ هنتابع، واعتقد برضه هنبقى هنعمل تليفون بالاستاذ احمد سويلم علشان نتاكد منه ونستفسر منه عن بعض هذه الاخبار. خلينا اقول لكم ان طبعا في نتائج مميزه جدا سواء كان لرجال السله اللي حصدوا السوبر المصري للمحترفين بعد الفوز على الجزيرة في 5 أشواط ومباراة قوية جدا. مبروك للنادي الأهلي الفوز بسوبر السلة.
طبعا مبروك لرجال السله، وكمان يعني مبروك ل طبعا فريق تنس الطاوله، لان تنس الطاوله ما حدش اتكلم عليه في الفتره اللي فاتت. تنس الطاوله ما حدش اتكلم عليه خالص في الفتره اللي فاتت، لان تنس الطاوله توج التنس الطاوله بالدوري بعد فوزه على فريق الزمالك. برضو النادي الاهلي كان خسر من الزمالك في كره اليد هارد لاك، ولكن تنس الطاوله عامله نتائج مميزه جدا. وكمان طبعا كان في مباراه مهمه جدا 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 لسيدات النادي الاهلي، فريق الكره الطائره، بطوله افريقيا للموسم الثاني على التوالي. وبعدين سمير بيرقصني بقى على الكاميرات، ودي طبعا نتائج مهمه جدا. عشان نعرف تفاصيل كثيره جدا معانا كابتن مراد عاصم، مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. السلام عليكم يا كابتن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وتحيات كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. تحياتنا لكل جماهير الاهلي ولاعبي الاهلي ورياضييه ومحبيه وكل شعب مصر. كابتن مبروك سوبر السله، مبروك البطوله الافريقيه للسيدات الموسم الثاني على التوالي، مبروك تنس الطاوله. في حصاد كبير جدا النهارده لك لكره اليد الفريق الاول، لكن في حصاد مهم جدا في الالعاب الاخرى للنادي الاهلي. والله انا يعني ما اقدرش غير اني احمد ربنا واشكر ولاد النادي الاهلي اللي بيبذلوا قصارى جهدهم لرفع اسم النادي. ولو احنا اتكلمنا عن لعبه عايزين 15 حلقه، الحلقه ما تمام. هنعمل يعني انا بدعو حضرتك يعني يوم الثلاث لو وقت حضرتك مناسب نعمل حلقه محترمه ان شاء الله يوم الثلاث. خلينا نتفق، بس تمام. الاول نقول تنس الطاوله مبروك رجال وسيدات في الدوري الممتاز. نتيجه 4-1 بالرغم من ان واحد من اعمده الفريق البيلي عنده اصابه شديده، كسر في قدمه. تمام. ولم يشارك وكسبنا 4-1. وفريق السيدات بنجومه الجميلات مشرف والدولتلي وشومان، الثلاثي ده عمل الحقيقه بطوله هايله جدا، وخدوا الدوري ب3-1. والف مبروك عليهم، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. ودي ناس بتعمل في صمت محدش حاسس بيها، ربنا يوفقهم ويكرمهم. لكن احب اقول للطايره سيدات ان ده انجاز كبير، وخارج ارض مصر مش على ارضك. طبعا السنه اللي فاتت كنا بنلعب على ارضنا وفي وسط جمهورنا وفي وسط اولادنا واهالينا، انما هم بيلعبوا بره، وبطوله اقوى كتير جدا من اللي اتلعبت في مصر السنه اللي فاتت، ومباريات لاخر دقيقه ما حدش قادر يحسمها. طبعا. والحقيقه حمدي الصافي راجل رائع مخلص، ومعاه فرقه تتائل بالذهب. طبعا فرقه انا ما قابلتش زيها قبل كده، وانا بتفرج عليهم في النهائي بتاع الدوري قلت الفرقه دي لو دخلوا منتخب الرجال هيجيبوا بطوله العالم. بسم الله ما شاء الله. لا ده تعبير قوي جدا. لا دي بنات ذهب، دي بنات ما فيش زيها، انا ما شفتش كده. بالاضافه للمتعه الفنيه بتاعه مشاهده المباريات بغض النظر عن النتيجه. انت بتحس ان الناس فعلا بتشتغل من قلبها. اما طارق خيري وكره السله بقى فدي قصه ثانيه، لان دي بطوله احنا محرومين منها بقالنا سنين. تمام. وهو حصاد النادي الاهلي في كره السله بوجه عام ضئيل، فدي بطوله غاليه لمدير فني واعد، اول مره يشتغل مدير فني، راجل مخلص، راجل مجتهد، راجل من ولاد النادي ما كانش واخد فرصته واتيحت الفرصه. وانا كميه التهاني اللي اخدتها من رجال كره السله في مصر اكبر كتير من الماتش. واحنا عاملين لهم احتفاليه النهارده في القناه مع الكابتن شادي محمد، هيكونوا موجودين ان شاء الله، واحتفاليه تليق بيهم وتليق بالحدث. والحدث ده اهم ما فيه ان انت حسيت بعوده روح النادي الاهلي، روح الفانيلا. تمام. الناس اللي بتحب بعض، الناس اللي بتحب الرياضه، الناس اللي بتحب كره السله وبتحب النادي بتاعها، بيحبوا مدربهم بيحبهم، جهاز اداري عالي، شريف عالي ورضا، وحاجه تفرح بجد، حاجه تفرح. يعني انا قضيت سنه صعبه جدا لحد اول امبارح، يعني اول امبارح ده كان يوم صعب عليا جدا، لكن الحمد لله ان بعد العسر يسر. فربنا يبارك لهم ويكرمهم ويسعدهم زي ما اسعدونا كده،
ودايما من تفوق لتفوق ان شاء الله. مبروك يا كابتن عاصم، وان شاء الله الله يبارك. نلتقي قريبا ونستعرض كل الله. الانجازات. ان شاء الله يا فندم. شكرا يا كابتن، شكرا يا شكرا كابتن. جدا. شكرا. كابتن مراد عاصم